التدخين بالذات بقى من العادات الرذيله بحكم انها بتاثر على صحتك، ودي اكتر عادات بتيجي من خلال الاصحاب على فكره. يعني يقول لك يعني صاحبك يصاحبك ده او صاحبك بيسحبك للعاده بتاعته، فهو لو بيعمل عادات سيئه، وللاسف معظم الاصحاب بيبقوا كده، القعده والشله بتخليك تعمل. النهارده معايا ضيف، ومش اي ضيف. معايا النهارده بابايا حبيبي، ودي يعني بدايه بودكاست سيد بودكاست. وفكرت ان اول واحد يبدا معايا البودكاست هو بابا، لان اتعلمت منه كتير جدا، وبفضله انا بقيت انا دلوقتي. تعالى نتكلم مع بابا دلوقتي كده ونساله شويه اسئله، وان شاء الله الاسئله دي تكون مفيده جدا ليكم. ازيك يا بابا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا علي؟ وان شاء الله يكون يعني لقاء جميل ومفيد للكل يشوفونا ان شاء الله. باذن الله. في حاجه عايز اقول لك عليها يا بابا، حاجه حسيتها شخصيا. يعني في حاجه انت بسببك انا يعني قررت ان انا مش عايز اعمل الحاجه ديت عشان انت ما كنتش بتعملها، وهو التدخين. يعني التدخين من الحاجات اللي انا شفت شباب كتير جدا في سني بيدخنوا، لكن الحاجه كان دايما بتمنعني ان انا ادخن، ان انا كنت دايما شايفك انت قدامي مثل اعلى ليا. فانا مش عايز ان انا ادخن عشان حاسس ان انت، طب ابويا ما بيدخنش، طب انا ليه ادخن؟ وليه بابا شايف ان دي حاجه غلط وهو ما عملهاش من صغره، فانا ليه ادخن؟ فانا بشكرك لحاجه زي كده، لان دي فعلا لولاها ما كنتش انا يعني مثلا كنت ممكن افكر في التدخين لو انا كان دي حاجه. يعني شباب كتير جدا ما بيعرفوش ان هم يسيبوا. ازاي اصلا دخلت التدخين، وازاي بطلت التدخين؟ بص يا سيدي، هو التدخين في حد ذاته يعني من العادات اللي ممكن تقول يعني كله متفق على انه عاده سيئه، لكن مش الكل زي بعض في حته ان هم يقدروا ياخدوا قرار بالتبطيل التدخين، لان هو عاده بتتاثر فيك بعد شويه زي اي عاده ممكن تخليها جزء من حياتك كل يوم. يعني انا بحكم ان انا عملي صحفي في مجال الاعلام، كنت مرتبط جدا التدخين عندي مثلا بلحظه الكتابه، وبعض في مرحله قبل كده كان يعني حتى تعبير مصري يقول لك بحبس بعد الاكل. فدي حاجات كلها بتبقى ايه مرتبطه بعادات يوميه بتقوم بيها في حياتك، واصعب حاجه على البني ادم عموما انه يغير عاداته. يعني انت عشان تغير اي عاده في حياتك تكون حاجه قاسيه جدا على البني ادم، فاللي عنده اراده عاليه بيقدر ياخد القرار دوت، وشويه شويه بيبقى سهل عليه. لكن خليني اقول لك ان من الاقوال المأثوره الجميله جدا في حكايه تغيير العادات دي، يعني العقاد الله يرحمه عباس محمود العقاد كان بيقول لك ان اصعب حاجه على المرء انه يغير عادته، ولذلك بيقول لك ان الموت لما حد يموت ليك مهم في حياتك، يعني بيأثر عليك بموته بمقدار قد ايه هتفتقده في عاداتك اليوميه. يعني انت قد ايه هتحس بغيابه في عاداتك اليوميه، فعشان كده هتتأثر بيه جدا في غيابه. فهي دي اكتر حاجه. انا طبعا بقارن بحاجه انسان بعاده، لكن بقول لك الشيء المجرد فيها او الرمز اللي فيها ان هي عاده بتتلغي من حياتك. فالعادات لما تيجي تلغيها بتاخد منك يعني وقت، بتاخد منك ايه يعني مشوار الى حد ما لحد ما تتعود انك يا اما تدخل عاده بديله، وده ما بحبوش انا شخصيا، او تلغيها كليا فتكون عندك حياتك العاديه وتنعم بصحه واجمل. التدخين بالذات بقى من العادات الرذيله بحكم انها بتاثر على صحتك. بالنسبه لي انا شخصيا يعني فضلت ادخن. بدايه التدخين طبعا كانت مرتبطه بشله الاصدقاء وقعدتهم، واللي ممكن ودي اكتر عادات بتيجي من خلال الاصحاب على فكره. يعني يقول لك يعني صاحبك يصاحبك ده او صاحبك بيسحبك للعاده بتاعته، فهو لو بيعمل عادات سيئه، وللاسف معظم الاصحاب بيبقوا كده، القعده والشله بتخليك تكون زيهم او تشاركهم. المشاركه في حد ذاتها لو عاده كويسه خير وبركه. يعني ممكن ياخدوك يحفظوك قران في جامع، وممكن ياخدوك برك في نفس الوقت عفوا تحششه او تدخنه او حاجه زي كده. فدي كلها عادات بتيجي من قعده الاصحاب، وهم دايما اللي بيكونوا السكه لحاجه زي كده. وخبرتي في الحياه بتقول لك ان الصاحب لو هو وحش بيبقى عايز صاحبه يبقى وحش زيه عشان ما يبقاش هو احسن منه، والاحسن ما يبقاش عايزك تبقى احسن منه. فهي الفكره ان المنافسه او اللي هي بتكون موجوده طول الحياه طول الوقت من غير ما تحس بيها، ديت الضمنيه دي اللي بين الناس وبعضها، بتخلي الواحد اذا كان عنده عادات سيئه بيسحب صاحبه فيها، واذا كان عنده عادات جيده وهو انسان خير هيسحبه برضه للعادات الخيره دي. فده جليس السوء وده جليس الخيري كما يقال. يعني فعموما يعني دي بتكون من العادات اللي بتاخد وقت عقبال ما تتخلص منها. انا بالنسبه لي يمكن انتوا كنتم جزء كبير جدا في ان انا بطل التدخين. لو تفتكر وانت صغير انت انا مش وزياد، فاكر اي حاجه كنت فكرني. انا افكركم كنتم يعني باجي يعني عرفت ان انا مثلا بتاثر على الصحه، ومن معلوماتكم البسيطه الاوليه يعني في مرحله اعدادي وبالنسبه لكم او ابتدائي، ما بين اعدادي وابتدائي يعني، فكنتوا بتاخدوا علبه سجاير تخبوها مني او ترموها في والله. الزباله. والله يعني تيجوا تلاقوني مثلا علبه سجاير على ترابيزه الصالون ولا حاجه، فتاخدوها تخبوها مني، احنا رميناها يا بابا وحاجات زي كده عشان عايزيني ابقى بصحه حلوه يعني. اه. في جزء تاني طبعا في مرحله تانية بقى اجباري في حياتي جدا ان اخد قرار التدخين وبطل. يعني انا جات لي وعكه صحيه في مرحله من حياتي كانت خضتني جدا وخلتني يعني اعيد حساباتي في كل حاجه بعملها غلط في حياتي، وقلت والله. يعني كنت على وشك اني اعمل عمليه ميه بيضاء. جالي فجاه كده عدوى غبيه كده في وقت من الاوقات في صيف من الرياح الخمسين، كانت في الامارات حاجه زي كده، فعيني اتعالجت منها، لكن فضلت عين بتدمع على طول ومحتاجه علاج يعني. فعملت
عمل المضاعفات جاب لي حاجه اسمها ميه بيضاء في وقت مبكر جدا من حياتي وانا صغير شاب يعني. فعملت تحاليل ساعتها عشان اعمل العمليه، فاكتشفوا ان في يعني لخبطه في نسب الدم. مش عايز ادخلكم في موضوع الدم تقيل ده، لكن ساعتها قالوا لي انت بتدخن، انت مش عامل ايه عاداتك. فحبوا يشوفوا ايه اللي ممكن يكون مرتبط بحاجات زي كده، لانه يعتبر درجه من درجات الكانسر يعني، بس كرونيك ويعني يقدر يتم السيطره عليه يعني. انما لو كان اكيوت كان هيبقى صعب جدا. مش حميد يعني. لا هو يعني هو مش حميد، بس في نوعين في الكانسر بتاع اللوكيميا يعني في كرونيك لوكيميا وفي اكيوت لوكيميا. الاكيوت ده بيبقى حاد، بيبقى انت داخل في سباق لا قدر الله مع الموت والحياه يعني، ما بين الموت والحياه. وده جالك في بدايه يعني بدايه مشوارك في الحياه، يعني بدايه يعني الشبابيه. صيف عام 99 2000 الوقت دوت هو اللي كنت هعمل فيه العمليه، واكتشفت بالصدفه التجاوز في نسب الدم دي، يعني بيسموه الدم الابيض يعني، او هو التشخيص الاسم العلمي ليه كرونيك ليمفاتيك لوكيميا. وده علاجه كان يعني الحمد لله طلع ستر ربنا يعني بجرعات بسيطه جدا من الادويه، بيتم تقليص عدد كرات الدم البيضاء ديت والغدد والكرات الليمفاويه، بحيث تبقى فيها نسبه متعارف عليها كده يقبلها الجسم ويعيش بيها يعني. فكل شويه كنت بعمل تحاليل واسيطر على نسبه النسب بتاعت الدم دي. فساعتها قلت لنفسي انا كل العادات السيئه في حياتي، والتدخين كان الحاجه الوحيده اللي بعملها يعني من العادات السيئه يعني، فقلت اتخلص منها وانتهيت. وكان ربطت ده بيوم عيد الام، كان 21 مارس، وقلت اربطه بيوم يعني عيد الام لان مرتبط بامي جدا انت عارف طبعا. فساعتها قلت يعني تزامنت دي مع دي، وقلت لا يبقى التاريخ ده هيكون نهايه علاقتي بالتدخين يعني. وده قد كان الحمد لله. وكنت دايما مبطل سجاير، برجع يعني في رحله او في اي حاجه كده مهمه اقوم بيها خارج الامارات او مصر يعني، بقى في شله القعده والصحاب برضه اقول ايه الدنيا بيبقى شتاء بره في السفر وكده، بقول التدخين بيدي احساس كده شويه بتغيير يعني. فكنت بفتح لنفسي قوس واقفله اثناء الرحله يعني اشرب ارجع ادخن خلال الرحله وارجع ابطل تاني. لكن كنت برجع، ما اخبيش عليك، كنت بعد شويه برجع ادخن تاني كما كنت يعني، لدرجه ان في مره بطلت سنه كامله ورجعت اشرب تاني، رجعت ادخن تاني. فهي بتكون اراده عايزه ما تكونش فيها التردد ده او الرجوع يعني. لكن اخر مره بطلت فيها الموضوع ده هي ساعه المرض ده، ودي كانت نهايه علاقتي بالتدخين. و21 مارس 2000 انا كانت نهايه علاقتي بالتدخين خالص حتى اللحظه دي الحمد لله يعني. الحمد لله رب العالمين. بتحس بفرق كبير قوي في بس انت صحتك وفي حركتك وفي نشاطك وكفاءتك البدنيه بوجه عام يعني. طيب، زي برضو ما انت قلت يا بابا دلوقتي انه يعني الصحاب هم بيكونوا السبب في ده بشكل كبير جدا، وفي برضو في ناس برضو بيقولوا ان هو بيحسوا بالرجوله ان هم بيدخنوا، ده حاجه صح؟ لا طبعا ده احساس واهم، وبعتبره يعني هو مش انا اللي بقول، حتى ده تشخيص مرضي للناس اللي هي في مرحله البلوغ بتحاول تسبق سنها بانها تعمل انشطه بيقوم بيها الكبار قدامهم يعني. زي الطفل الصغير ما يلبس جزمه والده مثلا عشان يبان انه كبير، بس في مرحله المراهقه بيدور على عادات تكون مرتبطه بناس اكبر منه كتير. هيدور بقى يعني اللي يربي شنب، زي بالظبط في المراهقه ما يربي شنبه عشان يحس انه كبر وهو راجل، برضه بيفكر يدخن عشان يبان ان هو ايه عنده رجوله، وبيعمل حاجات حتى يخالف فيها يعني الجو اللي حواليه. اذا كان طبعا المراهقه فيها شويه تمرد، فبيحاول يعمل حاجات يعمل بيها تمرد على الواقع اللي حواليه او يثبت فيها ان هو سبق سنه يعني. طيب دلوقتي انت تنصح ايه بقى للشباب من حكم بقى تجربتك الطويله دي في موضوع التدخين ده؟ لان في كتير ناس بتقولك انا مش عارف ابطل التدخين، وده حاجه خلاص بقت في حياتي وانا محتاج النيكوتين ده في حياتي. فانت ايه يعني ايه الطريقه اللي انت ممكن من حكم تجربتك الكامله دي ان انت ممكن تلخصها كده للشاب او البنت اللي بتتفرج علينا دلوقتي، ازاي هم ممكن يبطلوا التدخين؟ بص علي، انا قلتها من شويه بس هي محتاجه نعمل تاكيد عليها. هي عايزه قرار يعني، انت تاخد قرار وتصر عليه وتكمل. ما تفكرش ان العمليه هيبقى فيها يعني انسحاب تدريجي زي ما بيقولوا دلوقتي، ولازم تكون في عاده بديله، او حتى في دلوقتي بيقولوا تدخل نوع تاني من السجاير عشان تقلل النيكوتين في جسمك تدريجيا ويعمل انسحاب تدريجي يعني. انا مش شايف ده كله يعني بيضحكوا على الناس بيه يعني. انا مش شايفه حقيقي وصح. يمكن في الاول بعد اقول لك، وزي ما اقول لك دايما بالتغيير العاده بياخد وقت عقبال ما تعمل يعني تاقلم على عاداتك الجديده يعني. فانت عايزه قرار، قرار وبس يعني. بعد ما تقول دي اخر سيجاره ما تبصش وراك تاني ابدا، وتبص لقدام وتعمل. ممكن لو عايز تعمل عادات بديله تمارس رياضه، هتحس قد ايه يعني الصحه لما بتزيد في جسمك وقوتك ترجع لك كما يجب، نفسك يبقى قوي، تحس ان انت عندك كفاءه اعلى في اداء اي واجب بدني. دي بتخليك على طول تحس بان انت عوضت الكلام اللي هو اللي معاشش في دماغك ده بخصوص النيكوتين والكلام ده كله. انت لما تمارس رياضه وتنغمس فيها بشكل جميل ومنظم في حياتك، مش هتفكر في السجاير شويه شويه، هتبقى حاجه كده هتفرح بنفسك جدا وتقول انا عملت
قرار مهم جدا في حياتي هيعمل لك تعويض ذاتي بقى، سعاده داخليه كده تخليك تحس ان انت ماشي في الطريق السليم. يعني دي اهم حاجه، ما تفكرش في ما تبصش وراك، واعمل ومارس رياضه وكل اكل صحي وهتحس بصحتك كويسه. وعاده بيحصل دايما حاجه كده دايما مع اللي بطل في الاول، مع اول نزله برد هتجيله، اذا جات له نزله برد يعني هيطلع له طارد بلغم كتير جدا من صدره، هيضطر يطلع كل الهباب اللي كان جوه صدره دوت، وبيطلع في اول نازل برد او حاله برد تجيله. يعني ده بيكون علامه صحيه جدا ما تتخضش منها اللي يبطل، لان جسمك بيكون بيتخلص من كل السموم اللي فيه من خلال البلغم ده، وبيطهر رئتك. وبيقال ان بعد 6 اشهر تماما ترجع الرئه بلونها الوردي الجميل بتاع اول ما كانت ربنا خلقك بيها نظيفه يعني. انما لو جرب يشوف نفسه عامل ازاي رئته اللي بيدخن ده، ويصورها على الاشعه اكس ولا حاجه اللي هي الاشعه يعني، هتلاقي الصوره لونها طبعا الاسود بيبان ابيض في اللوحه دي او في الصوره دي، هتلاقي قد ايه صدرك ده متحول للون تاني خالص ابيض كتير. وده معناه ان صدرك كله سواد من جوه ومليان ادخنه وحاجات كده تبقى عالقه بالحواسات الهوائيه، بتخليك يعني شبه معتمه، وبتقلل كميه الاكسجين داخل جسمك، فده بيخليك على طول صحتك ضعيفه يعني. تمام. بس عشان الخص اللي انت قلته لي، اعتقد السبب الرئيسي اللي خلاك تبطل التدخين هو العواقب اللي هتيجي من التدخين بعد كده الصحيه. وهل كان فيها دينيه؟ هل كان في جانب ديني مثلا؟ انت شفت الموضوع مثلا ممكن يبقى حرام ولا حاجه فده خلاك مثلا ان انت تبطلها؟ انا عندي معلومه في الجزئيه بتاعت الحرام والحلال ديت احب اقولها لكم في وسط كلامي، لان طبعا مش بنهز مش انا مش بفكر اقول ايه وما اقولش ايه، لكن بقول لك كل اللي عارفه في جرعه واحده او في اجابه واحده. اللي اعرفه ان الحرام والحلال حسب معلوماتي وحسب قراءاتي يعني لا يملكه البشر. الحرام والحلال ربنا حدده في القران من البدايه خالص، وفي ايات في سور معينه فيها الحرام متحدد. يمكن يعني بعض يعني الناس اللي قريت لهم مقتنع بافكارهم جدا، دكتور محمد شحرور محدد ان هم بالظبط يعني 11 او 12، يعني ما يزيدوش عن 11 او 12 محرمه. فانت ما تجتهدش انك تقول حرام وحلال على التدخين مثلا. حتى التدخين ده اتسال فيه محمد شحرور وقال محدش يملك انه يقول حرام وحلال على حاجه لم يحرمها الله. الحرام والحلال تم تحديده واعتماده من بدء ما نزل القران على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فاحنا مش هنحرم، لكن بص لها من ناحيه يعني نقول الفتوى او انت استفتي قلبك في الجزئيه دي. التدخين بيضر صحتك، بيقلل كفاءتك، كل ما يضرك هو يدخل في بند ان المكروه او اللي مش كويس. انت ليه تضر نفسك يعني؟ ما اي عاده، طب ما يعني الحشيش نفس الحكايه والافيون والحاجات دي ليها استخدامات صحيه، لكن لو استخدمتها كادمان او كعاده سيئه في حياتك ليها ضرر كبير وبتغيبك. واللي بيغيب، ما انت الحرمانيه بتاعت الخمره ايه؟ يعني هي بتغيب العقل، اذا كان كثيره يسكر فقليله حرام. فنفس الجزئيه انت بتضر جسمك او بتغيب نفسك، ففي الاخر انت بتضر جسمك وبتقلل كفاءتك العقليه وكل الحاجات دي. فمن نفس المدخل ده ممكن يعني تجد تحريم او يعني حرمانيه لجزئيه انك تدخن. وطبعا دي من ثقافتنا احنا، ليه من طول الوقت بنبقى كارهين التدخين او حاسين انه عاده سيئه؟ بيضرك وبيخليك كفاءتك تقل بدنيا وكل حاجه. ما تعرفش ده امتى الا لما تيجي تمتحن قدراتك. يعني لو انت رياضي وبتمارس رياضه بشكل بانتظام وبعدين بديت تدخن وجيت تلعب رياضه تاني، هتلاقي نفسك جهدك قل وهتلاقي نفسك بتتعب من اقل مجهود. انا في احد اصدقائي يعني من المقربين ليا جدا، مجرد ما يضحك بس يفضل يدخل في هستيريا او كريزه كحه يعني ما تخلص، وعينيه تدمع من كتر الكحه، لان صدره ما بينتفض من كتر يعني طبعا مع انت عارف مع الضحك او كده بيحصل شهيق وزفير سريع جدا، فده بيخلي قدراتك التنفس صعبه جدا، فبيضطر الجسم يكح عشان عايز يطلع الزفير ومش عارف. فدي هي دي الجزئيه المهمه، عايز اكسجين وعايز يطلع ومش قادر، فبيحصل كحه وزي بتبان كانها كريزه مش مجرد كحه عاديه يعني. فاحنا في حل من ده كله. انت بدري لو انت رياضي وبتمارس رياضه، امنع اي عاده بتاثر على صحتك عشان حتى تحس بكبرك يعني او في شيخوختك بصحه اكتر وكفاءه اكتر في الحياه. طيب احنا طولنا جدا في الموضوع ده، بس انا عندي اخر نقطه بس عايز اقولها، ان انت دلوقتي لما بتروح تقعد مع اصحابك اللي بيدخنوا، هل بيجي لك احساس تاني ان انت عايز تدخن؟ وازاي بتمنع نفسك من الاحساس ده؟ يعني في ناس ممكن تقول لك طب انا ساعات اصحابي كلهم بيدخنوا بيبقوا قاعدين طول الوقت معايا وببقى قاعدين حواليا، فده بيخليني اضطر ان ادخن انا كمان. فانت ايه رايك في الكلام ده؟ هرجعك للنقطة التانية مرتبطة بشخصية البني آدم نفسه. يعني هو لو شخصيته قوية ومعتد بنفسه وعارف ايه اللي يضره وايه اللي يفيده، بيكون عارف يعني ان هو كده، يعني هو اللي المفروض يتبسط اكتر من صحابه ان هم بيدخنوا، ويحاول ينصحهم هم ما يدخنوش. طبعا بيعتبروه دخيل لو مارس الدور ده طول الوقت. بيستهجنوا انه يقوم بدور الناصح بقى واللي بيفهم
واللي هو عنده صحه وعايز يعمل علينا اب تاني وحاجات زي كده. النوع ده يعني قولها مره وخلاص، لكن ما تسيرهمش، ومش بقول لك ما تقعدش معاهم، لكن على الاقل ما تخليش الدخان يجي على يعني صدرك، زي بيسموه التدخين السلبي يعني، ده لانه بيضر برضه. فانت قد ما تقدر خلي الدخان ده ما يجيش على مناخيرك يعني او تتنفسه، واستمتع بان انت اكتر صحه منهم، وان هم بيضروا نفسهم، ونصحهم نصيحه عابره اذا كان هيستمعوا للنصيحه. انما ما تحاولش تكون دمك تقيل معاهم، ولا يعني تغلس عليهم بجزئيه ان انت بتدخنوا ليه وتعمل فيها دور، يعني دور الناصح ده، او اللي عايز يتفلسف عليهم في حاجه هم عارفينها بس مش قادرين يعملوا اللي انت عملته. فما تمام. يعني خليك في نفسك يعني، وحاول تعيش انت، استمتع بصحتك، وخلي النصيحه اللي يستحقها ان شاء الله. تمام. شكرا جدا يا بابا على الكلام الجميل ده، وانا استفدت جدا منه، واكيد كمان المشاهدين استفادوا منه. يا ريت يا جماعه انتوا كمان لو انتوا مريتوا بتجارب مع التدخين وعندكم يعني تجارب جميله، يا ريت تشاركوها في التعليقات تحت. بتمنى النهارده موضوع الفيديو النهارده كان مفيد بالنسبه لكم. لو حسيتوه مفيد شاركوه مع غيركم كمان، ونشوفكم ان شاء الله في موضوع جديد مع فيديو جديد قريب جدا باذن الله. مع السلامه.